السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. وعشركم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والهنا وما تمنيتم يا ربي، آمين الجميع. وصفة اليوم اخوتي غنشارك معكم السفوف بطريقة ديال سفوف الناس زمان. كيجي معلك بكمية كبيرة اكثر من 6 الكيلو السفوف. كيجي رائع وبنين بزاف. اللي ذاقوا عندكم ان شاء الله عينا الاعجاب ديالو. وإلا عجبتكم الوصفه ديالي اليوم ما نساونيش من الدعم ديالكم ولايك الفيديو. كما شفتوا معي السفوف كيجي مقوم ما شاء الله، اقتصادي بواحد الطريقه مزيونه بزاف. كنتمنى خوتي الوصفه ديالي لنا الاعجاب ديالكم. إلا عجبتكم ما نساونيش من الدعم ديالكم ولايك الفيديو، وخليكم مع الطريقه ومع المقادير جد بسيطين. كنتمنى خوتي الطريقه ديالي لنا الاعجاب ديالكم. كبيره تقريبا حتى 6 ديال الكيلو د السفوف او السلون، المهم كل واحد وشني كيسميه. نبداو على بركه الله، هي بسم الله. كنحتاجو في المقادير، عندي هنا 3 ديال الكيلو د الطحين محمر. المهم انا حمرته في الفران د الزنقه. عندي مغربل عملته تما في ديك القصعه كما شفتوا معايا. عندي هنا في هذا البانيو عندي تما كيلو مخلط، نص كيلو د الزنجلان مهرمش ونص كيلو د الكاوكاو مهرمش. ديك نص كيلو خليت منه شويه في ديك الطبسيل باش كنزين به. وعندي هنايا واحد تقريبا واحد ربعه هيدا د اللوز مفسخه ومقشره. المهم حمرت انا في الفران، كندهنو بزيت كندخلو للفران. وعندي هنا السكر كلاصي. الحلاوه كتبقى على حساب الذوق اي واحد. عندي هنايا في هاد الطبيصلات صغيرين، عندي واحد طبسيل عندي فيه 3 المعالق د النافع، واحد فيه 3 المعالق حبه حلاوه. فهاد الطبيصل هذا عندي فيه تما 2 المعالق راس الحانوت د السفوف، 3 المعالق د القرفه. وعندي واحد 6 د الحبيبات المسكه الحره والكوزه، واحد رشيشه د الملح كما شفتوا معايا. المهم انا عندي 3 كيلو د الطحين، كل كيلو الطحين كيدي معلقه كبيره د النافع، معلقه كبيره د القرفه، ومعلقه كبيره حبه حلاوه. عندي هنايا في هاد السطيل كما شفتوا معايا، عندي هنا 3 د الكيلو. عندي مطحونين د القوام، عندي كيلو د اللوز، كيلو د الكاوكاو، كيلو د السنجل. انا خرجتهم طحنتهم على الزنقه، طحنتهم مزيان كما شفتوا معايا حتى ولاو مزيتين، باش كيجينا السفوف ديالنا معلك وما كيديناش الزيت بزاف، وفي نفس الوقت كيجينا صحي. دابا نعمل ديك النواشف كاملين على داك الطحين اللي محمر كما شفتوا معايا، كامل النافع، القرفه، حبه حلاوه، المسكه الحره، السكر. المهم كنخلط كلشي مع بعضياتو. المهم انا اخوتي ما بغيتش نشارك معكم يعني بالتحميره وداكشي، الفيديو غيجي طويل بزاف. المهم اي واحد كيعرف يحمر الزنجلان. المهم حمرت معايا في الفران كما شفتوا معايا. طبعا نحك واحد الحكه د الكوزه كما شفتوا معايا اخوتي بهذه الطريقه هذه. الحكه هي صغيره، ما نحك لها واحد النويس ديالها صافي. ومن بعد كنزيد واحد الرشيشه د الملح، ضروري الملح كتصحح لنا الذوق. من بعد غنزيد ديك السكر كلاصي، والسكر كما قلت لكم كتبقى على حساب الحلاوه، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. المهم انا ملي غنخلط غندوق. دابا غنزيد ديك الكاوكاو اللي عندي مهرمش والجنجلان، عندي هادو مطحنت معايا في الدرعي مهرمشين. وباقي لي الزنجلان اخر واحد 4 د الزنجلان وربع د اللوز، كنخليهم حتى الاخر للتزيين. المهم المجموع بين كلشي عندي الإقامة، عندي كيلو ونص د اللوز، كيلو ونص د الكاوكاو، كيلو ونص د الجنجلان، في 3 د الكيلو د الطحين كما شفتوا معايا. ملي خلط ديك النواشف كاملين، كنخوي ديك الخليط اللي عندي مطحون بين الكاوكاو والزنجلان واللوز، كنخويهم ديك نطلع ديك الخليط كما شفتوا معايا. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنخوي ديك الخليط كامل كما كتشوفوا. ما كيجي معلك يعني. هاد التعليكه هذه خلينا كنستغناو على الزيت، في نفس الوقت كيجينا السفوف ديالنا صحي. عندي تما يعني السوائل غنستعمل انايا نص كيلو د الزبده، يعني الزبده النوع المزيان، يعني الزبده الاكل الممتازه، هذه اللي كتخلي واحد اللذه مزيونه في السفوف. وكان كما شفتوا ما كنخليه حتى كتغلي مزيان حتى كترجع على شكل نوازط، باش يعني واخا كيطول السفوف ديالنا ما كيملش يطيب هذا الغمل. يعني ضروري كنطيبوا ديك الزبده مزيان كما شفتوا معايا. انا عندي تما نص كيلو، غندخل ديك الخليط مزيان مع ديك الطحين كما شفتوا معايا. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنخلط ديك المكونات مزيان. ومن بعد
باش نزيد معكم ديك الزلافه د الزبده اللي عندي مديبه، عندي تما نص كيلو كما قلت لكم اخوتي. وانتم على حساب، الا بغيتو تزيدوا، بغيتوه يجي لكم معجن بزاف، بغيتو زيدوا الزيت، ولا بغيتو زيدوا الزبده. المهم الاختيار كيبقى لكم في الشكل الصفوف ديالكم، واش بغيتوه يعني يجي معلك بزاف ولا بغيتوه كيبقى داك حرشه شويه. المهم انا دابا ملي خلطته مزيان زدت معكم ديك نص كيلو الزبده اللي ديبتها، خليتها حتى رجعت على شكل نواصد كما شفتوا معايا. ضروري من هذه المرحله هذه، ودابا غنخلطو مزيان، غنستمر بهذه الطريقه هذه. يعني ضروري كنبقى نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيطلقونا الزيت ديالهم. وانا مع نقطع معكم ونرجع معكم في الشكل النهائي ديالو باش ما نطولش عليكم اخوتي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش شي واحد لايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي وعجبوا المحتوى القناه ما ينساش الاشتراك فيها فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم بزاف اخوتي على المتابعه ديالكم، على التعاليق اللي كتخليو في الحق ديالي. وشكرا بزاف للاخوات الجدد اللي كيدخلون عندي، كنقول لهم شكرا بزاف. كما كتشوفتوا معي كنستمر بهذه الطريقه دي حتى كندلكو مزيان. وكما قلت لكم انتم الاختيار كيبقى لكم، بغيتو تزيدوا في المرحله ديال الزبده ولا الزيت زيدوا، بغيتو تخليوها هيدا، المهم الاختيار كيبقى لكم. من بعد كنزيد ديك الجنجله اللي خليتها نتزين، كنعملها دابا هي، وديك اللوز اللي عندي مقشر ومحمر بهذه الطريقه هذه. بغيتو تعملوا بهذه الطريقه هذه عملوها، بغيتو هرمشوها. المهم حنا كيعجبنا هيدا في سكسو تسناسنا كنعملوها هيدا سنس. انا بيدي كيعجبني هذا، يعني ملي كنجي ناكل كنرفد معلقه الصفوف كيطلع لي معاها اللوزه. وانتم الاختيار كيبقى لكم، المهم كل واحد والطريقه ديالو. انا شاركت معكم الطريقه ديالي، كنتمنى الطريقه ديالي من الاعجاب ديالكم، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي التسلو ديالنا او الصفوف. المهم اخوتي الشكل ديالو عمرت هاد البواطه هذه كما شفتوا معي، البواطه هذه الكبيره، واخر عملته في الطبيصه للتقديم باش تشوفوا الشكل ديالو. ها الشكل ديالو كيفاش كيجي معلك ومقوم. كنتمنى اخوتي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وإلا جربتوه عينال الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا معي. كيجي مزيون بزاف ومقوم، والاهم حاجه كيجي لذيذ على حقه طريقه. كنوريكم من الداخل كيفاش كيجي. المهم اخوتي انتم شفتوا القوام ديالو كيفاش كيجي الصفوف ديالنا او سلو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنسونيش واحد لايك، واحد الاشتراك، والشكر لكم بزاف. ويلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.